السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهاردة بعمل لكم صينية قرع حلو. انا عملت القرع ده ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده، بصوا. زي ما انتم شايفين كده، انا جبت كيلو من القرع. وطبعا قطعته، قشرتها طبعا الاول. القرعايه جبت قرعايه كبيره قشرتها، وخدت منها قيمه كيلو كده بالظبط عشان اعمل بيه صينيه الايه القرع اللي هو الحلو ده. بالمهلبيه بتاعته اهي انا مجهزاها. هقول لكم طبعا عملتها ازاي. انا عملت ايه، قطعت القرع دون خرط صغيره كده، وحطيته في الحله. وكيلو من القرع حطيته في الحله، وحطيت عليه نص كوبايه من الميه. وحطيت عليه نص كيلو سكر. وطبعا ايه حطيتهم على النار لحد ما ايه القرع دوت مع السكر بقى والميه وكده. استوى خالص واتهرى خالص فيها. طبعا خدته ايه، بصوا، مهري خالص. هو كده عامل زي البيوريه كده خلاص لانه لا، اتضرب بقى في ضرب في الخلاط. الخلاط. خدناه طبعا وضربناه في الخلاط بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طبعا في السكر بتاعه وفي كل حاجه. ماشي. طب انا عملت له بقى ايه المهلبيه دي ازاي. طبعا دهنت الصينيه وحطيت فيها الايه القرع اللي احنا ايه شرحناه، اللي احنا قلنا عليه. طب المهلبيه دي انا عملتها ازاي. جبت كوبايه من اللبن، وحطيت معلقتين دقيق ومعلقه كبيره نشا. يعني معلقتين دقيق ومعلقه كبيره نشا عشان يديني القوام ده. لو عملتيها بالنشا بس هتبقى جابسه معاكي وهتطلع مش حلوه. يعني في امم المهلبية دي لازم نشا ودقيق، ما اه، ينفعش نشا بس. لا اهو، بصوا، هيديك القوام ده. يعني ولا هو سايل ولا هو ايه اه، ما جامد. بين البنين بصوا كده، كده. اه. وهنعمل كده بقى. على فكرة بيبقى طعمها خرافة اه، جدا. عملنا طبعا قبل كده كذا مره. الطريقة دي حلوة. مم. انتوا- طبعا انا المهلبيه دي انا ما حطيتش عليها سكر. هي عباره عن ايه، كوبايه اللبن. بصوا، وتعملي كده، كوبايه اللبن، وحطيت عليه معلقتين دقيق ومعلقه ومعلقة واحده من نشا. النشا. وحطيت كيس فانيليا بعد ما طفيت عليها. هي هتديك القوام ده على طول كده. بصوا اهو، مظبوط جدا اهو معايا اهو حلو. احنا دلوقتي بقى بنفردهم كده ايه. اه، طبقه بنفرد كده. المهلبية. اه، زي ما انتم شايفين كده. انا كده احنا وزعت. بقى وزعنا المهلبية كلها فوق اه، الوش على القرع اللي احنا عملناه. بصي وتعملي بالشكل ده كده اهو، بصي اهو. طبعا هدخلها الفرن دلوقتي. الصينية دي مدهونة سمنة على اه. فكرة. امم طبعا انا هدخلها الفرن. هي قيمة ما هتخش بقى الفرن، انا محمية الفرن خالص اهو. يعني مسخناه، كنت حاطة صينية رقاق وطلعتها. قلت ايه احط بقى ايه صينية القرع. بصوا كده ما تاخدش حاجة معاكي اهو، ولا حاجة بقى فوق الوش ولا اي حاجة خالص. هي كده. طبعا الوش ده كله ده كده هو عبارة طبعا عن اللبن زي ما انتوا عارفين. اللي وانا هي خلطة حطيت المهلبية. وانا حطيت اللي هو اللي جبت كده ايه حاجات بسيطة كده ايه من القرع ذات نفسه. وحطيت ايه مع المهلبية هديكي منظر رائع في النهاية خالص. احنا دلوقتي بقى هندخلها الفرن، وبعد ما تخرج برضو هنعمل فيديو. بعد ما تخرج نوريكم اه. المهلبية بقت عاملة ازاي معانا. علشان برضو تجربوها. وهنستنى طبعا رأيكم وتطبقوها. ما بصوا، تنسوش اهم حاجة التطبيق، لانه بصوا والله منظرها. فعلا طريقة روعة روعة جدا. بصوا منظرها عامل ازاي. ومغذية على فكرة، مغذية جدا جميلة يعني. جدا، اه. مغذية وحلوة. احنا دلوقتي هندخلها. احنا قلنا بس نعمل لكم فيديو قبل، وان شاء الله هنعمل لكم فيديو بعد. تابعونا وما تنسوش التعليقات بقى بتاعتكم، واللي لسه ما اشتركش واول مرة يدخل لنا يشترك في القناة. والى اللقاء.